أكثر من 100,000 عام من خلق آدم. كان اسم إبليس مزوغ، وكان أبوه اسمه أحمو، أمه اسمها إزة، أمه كانت سمينة، وأبوه كان نحيفا، كان طويلا، ومكث 30 سنة لم يجدها، فولد لهما ذلك الصبي الذي سيكون الشيطان، الذي سماه مزوغ، وتعني حر بالبربرية. هؤلاء الجن كانوا يعيشون، هم حيوانات ناطقة ليس مثل البشر. البشر خلق إلهي، يعني الله عز وجل خلقه بيده ونفخ فيها من روحه، أما هم فهم خلقهم مثل خلق الحيوانات تماما، لا يعرفون شيئا، لم يعرفوا البناء حتى نزل آدم، حتى رأوا البشر يبنون هناك، تعلموا من البشر البناء. هم كانوا يعيشون في الكون، كانوا مثل الحيوانات، يعني لا يعرفون شيئا. وإبليس عليه اللعنة من الجن، من البربر، من الأمازيغ. بالنسبة لإدريس، لماذا الله عز وجل رفع إبليس مكان عليا؟ لأن إبليس رجيم، حينما يعني لعنه الله عز وجل أصبح يغوي الناس، فرأى إدريس عليه الصلاة والسلام من الله ومن العمل مثل أكثر من الخلق الله أجمعين، يصعد من العمل الطيب لإدريس أكثر من جميع خلق الله عز وجل في الأرض، فحسده وأتى إليه في صورة رجل بابلي، كان إدريس في بابل، فقال له وهو يخيط ثوبا: هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في بيضة؟ قال له إدريس بسرعة: نعم، ويفقع عينك، وأخذ المخيط أو الإبرة أو سم الخياط ففقع به عين الشيطان، ومنذ ذلك الوقت الشيطان إبليس أعور، وحينما سأخرج سأقبض عليه وسأجعله أعور من عينه الأخرى لأجعله أعمى. إذن إبليس هو الدجال، هو الذي سيكون الدجال، وأنا هو الذي أنا المهدي المنتظر، محمد رسول الله، مريم ابنة عمران، حواء أم البشرية، محمد بن الحسن العسكري، أنت أول مخلوق حي في الوجود، خلق الله عز وجل من نور وجه الكريم قبل أزيد من 37 مليار سنة من سنين الآخرة، قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق آدم، وحينما خلق الله عز وجل من نور وجهه الكريم يعني خلق الله عز وجل كل شيء لأجلي، أنا المخلوق الإلهي، أنا لست بشرا، أنا المخلوق الوحيد، مخلوق الإلهي الوحيد في العالم الذي خلق الله عز وجل من نور وجهه الكريم، لذلك خلق الله عز وجل كل شيء من أجلي. أنا محمد رسول الله الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن العظيم، قبري في المدينة، سأنبش عليه حينما سأخرج وسأقبض على العصابات الحاكمة في العالم العربي، في العالم الإسلامي، جميع العصابات الحاكمة سأعذبهم وسأقتلهم شر قتلى، منهم السعود الملعونين والسيسي الخبيث وغيرهم من العصابات المجرمة الحاكمة التي تحكم العالم العربي وتعيش به الفساد.